في مقاطع كانت تطلع لي على الانستا بالذات، هي مقاطع يعني من برامج كوميدية. يعني هو بصراحة مو بشي يعني، بس انه لما كنت تشوف الفيديو انه كنت تطلع هيك انه ما بيضحك يعني انا هذا الفيديو ما بعرف شلون راح استعمل. انا هذا الفيديو ليك راح اضحك على، يعني شوف انا ضحكت ما بعرف ليش، فهذا الفيديو راح اضحك بس مو عليه هون. المهم، فانت لما تشوف الفيديو مثلا تشوف الشخص عم يحكي مثلا موضوع معين ترند طالع هالفتره يعني، وبنفس الوقت اخذ هذا الشيء ككوميدي يعني على اساس، فبتلاحظ بالفيديو كميه ضحك انه في عالم هو قاعد على مسرح ترى، وفي عالم قاعدين يعني، في عالم تقعد تضحك يعني انه ما حكى شيء يعني شبكهم ما حكى شيء. فبهذا الفيديو راح نشوف هدول البرامج يعني، وانتم قيموا من عندكم يعني. انا ما بدي احكي شيء، انا بس بدي اعطي رايي يعني، انا رايي الشخصي يعني، ما راي العالم تصطفى العالم، خلي تكتب رايه وكل واحد حر بنفسه. فخلينا نبلش الفيديو هلا ونشوف البرامج الكوميديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك، رجع لكم يا جماعة الخير فيديو جديد. فيديو يعني ردة فعل على برامج ما بعرف اذا عاملها من قبل، بس قبل ما يبدا المقطع يا جماعة الخير يعني سنة جديدة وسنة حلوة يعني، فهمت؟ وشكرا يا جماعة الخير، عن جد شكرا لكل العالم اللي عايدتني يعني، ما بيعرف كان عيد ميلادي يعني. انا اسف، بعرف انه ما رديت على العالم باليوتيوب، وفي كتير عالم باليوتيوب عايدتني، وان شاء الله كمان هي السنه الجديده يعني تكون سنه خير علينا يعني، وكل واحد يرجع لبيته، يرجع لبلده، وكل انسان عنده طموح او عنده حلم معين انه يوصل له ان شاء الله. فقبل ما يبدا المقطع اللي مو حاط لايك يحط لايك، خلينا نشوف هذا الفيديو قديش رح يوصل لايكات، والمشترك كمان بالقناه اشترك، ما ضل شرحت ونوصل ل 200 الف مشترك. وبس هلا يعني خلينا نبلش، بسم الله. بالفقره شاركت في ماراثون. قبل فترة شاركت في ماراثون. موضوع شخصي بيننا. قبل فترة شاركت في ماراثون. يعني اوكي، يعني شايفين انتوا هاي الفيديوهات. شوفوا انا مع احترامي طبعا للاخ سيف، نشوف له كم مقطع هلا، انا ما عم بحكي على الاشخاص بالمره، لكن انه البرامج جاي انا بصراحه ما عم تدخل بعالي يعني، انه والله يا اخي ما بتضحك يا اخي، والله العظيم ما بتضحك. شوفوا انا في شخص واحد بضحكني من هالبرامج من هالجماعه كلياتها، هو شخص واحد انا راح نشوفه مع بعض. انا ذاك الشخص يا جماعه الخير قسما بالله اذا بشوفه بس بضحك، لكن قصدي كفكره برنامج انه انت شو ما تحكي الجمهور يضحك، والله ما حلوه يا اخي يعني، بتخجل يعني، والله بتخجل. اكو خلينا نكمل يعني، وما نحكم من البدايه يعني، لسه ما شفنا غير مقطع واحد. اوكي، مشكلتي لما عرفت انه عندهم دوار بنص الدار. شو؟ كنت بحكي معها. اوكي، كنت تحكي معها؟ خارجين البيت فطلع عندهم دوار جوا البيت. ايش كيف عرفت اعطت اولويه لحدا؟ صفت. كنت بتحكي معك صفت. استنى، في حدا بمرق. ابوي رايح على المطبخ اصبر. هيك الفكره يعني. طلع قصر مش بيت. لك والله ما بدي يكون الشخص النفسية والله العظيم، بس والله ما بضحك يا اخي، والله العظيم ما بضحك. عقول خلينا نروح من هذا الشاب، خلينا نروح لشاب تاني. في شاب تاني يا جماعة الخير جايب لكم اياه يعني، انه كتير راح تضحكوا كتير. وانا بستغرب من تعليقات اليوتيوب عموما، يعني ليش انا افوت اسمع اغنيه لويجز مثلا الاقي واحد كاتب عدد محبين النبي. انت ليش عامل استبيان لعدد محبين؟ عندك غزوه؟ شو في يعني؟ وكمان يعني افوت اسمع اغنيه قديمه لفيروز مثلا الاقي دائما في كومنت ضايع، حد هون من 2025. ودائما في واحد اموره تمام بس موقف معه على 1000 مستغفر وبفوت الجنه، بس بده 1000 بدوش ايش ثاني. وانا ما عندي خوات، بس دائما بلاقي بالكومنتات إلي أخت من اليمن مش لاقي تاكل، وهي ما بدها مصاري ولا شيء، بدها لايك بس. وات اخوي ما بتضحك اخوي، مين هدول اللي عم يضحكوا؟ مين هن بيدفعوا لك مصاري ليدخلوا على المسرح يعني، ولا انت بتدفع لهم مصاري لتضحكوا يعني؟ في شيء غلط، لانه يعني انا دافع مصاري المفروض فوت تضحك، اما اضحك هيك تسليك وبدون ما اخذ شيء وانا اللي دافع في شيء يعني. ما هدول اصوات انتم مركبين، مين اللي عم يضحك يعني؟ شو الشيء اللي مضحك يعني؟ يا اخي اقعد جنب اي حد بالدنيا ولا اقعد جنب واحد محنك. هذيك مره كنت بدار صاحبي فاجى الاكل، فانا متعود اشغل الدحيح، فشغلت الدحيح على الشاشه عنده، فصفن فيي وقال لي شو هذا يا شلبي؟ قلت له ايش فيه؟ قال لي ما توقعتهاش منك. قلت له مش لحتش انا، ايش ما توقعتهاش؟ بقول لا هذا ملحد. مين كيف ملحد؟ قال لي بتناول مواضيع. شو بتناول؟ انت من وين جايب كلمه بتناول؟ انت ما بتحكي هيك بالعاده. قال لي هم قالوا عنه. مين هم يا زلمه؟
ما رضي والله، طفى الدحيح وشغل نتفليكس على اساس انه نتفليكس عادي. فرسالة لاي حدا محنك، بكفي تتحنيك خلص سجنا. What? Bro, what are you talking about, man? اخوي الشلبي، استمر اخوي استمر، كلياتنا معك. على انستغرام كمان في بنت مسمية حالها فراشة، والبنت ما بتطير عادي يعني. فمرة تخوفت قلت انه فيش فراشة وزنها 90 كيلو، زعلت طلعت حساسة، راحت غيرته باسم بالانجليزي على اساس انها كول، سمت حالها انستغرام يوزر. اوه اوه هالنكتة ما توقعتك يا شلبي، ما توقعتك. بايخة 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 النكتة، عليها غبرة قديمة يا بي، شو قديمة. بتذكر مرة انا نزلت فيديو عن هي انه انستغرام يوزر انه حظر، فبتذكر عالم وقتها صارت تبزع علي بالتعليقات انه كتير قديمة، يعني كتير بايخة وقديمة. اخوي انت ببرنامج، يعني وقت نزلت فيديو وقتها انت برنامج اوه يعني من هيك حسيت قلبي صار ينبض بسرعة، ما بعرف، حسيت في شيء خطر صار لما سمعت هاي الكلمة، يعني انه كتير قديمة يا اخي كتير. وهي بصراحة يعني من اول ما طلعت هاي الكلمة بايخة، انه عم بحكي معاها بعدين غيرت اسمها انستغرام يوزر، انه ليش اخوي بايخة يعني، والله بايخة يعني. هي من اول ما طلعت بايخة، فما بالك انت يعني تمدد المدة تبعها، يعني بايخة هي من البداية بايخة. اقول خلينا نكمل. اسامي البنات كمان غريبة اللي بيسموا حالهم على السوشيال ميديا، يعني على السناب. شو قصتك انت مع اسامي البنات وانستغرام وسناب شات؟ يعني اوكي ان قصص متداولة، قصص رائجة طالعة على الترند شغلة، بس مو كله بنات بنات بنات. اسامي البنات، يوزر البنت، بايو البنت، وزن البنت، ليش يا اخوي يعني؟ وانت ما عندك كمان كله كم فيديو اللي طالع فيهم عرض كوميدي؟ في بنت كانت مسمية حالها نوتيلا، ليش مسمية حالها ومش زاكية البنت كمان يعني؟ ليش مسمية كده؟ وات ذا فاك يا اخي. لك مين عم يزعف يا اخي؟ مين جايب اهلك يا اخي انت يرفعوا لك معنوياتك؟ انا مع احترامي للشلبي يا اخي، بس والله يا اخي الفكرة البرنامج كلياتها مو ظابطة. مين اللي عم يضحك؟ ما بيضحك والله. انا مو نفسية، شفتوني باول فيديو عم بضحك على حالي قنت انا مالي نفسية، بس ما بيضحك يا اخي ما بيضحك. وانا والله العظيم مو لاني عم بصور هالفيديو، بس انا دول فيديوهات ياما طالعين لي وانا عم شوف الريلز، يعني هيك متسطح بكون عم الف فبيطلعوا لي دول الريلزات، فبكون انا بهديك المرحلة انه عم بضحك على اي شيء، بس انه انتم عليكم ما بتضحك، ما بعرف ليش. وغير هيك مثلا الواحد اوكي بده يضحك لك، مثلا حكيت كلمة انه يوزر انستغرام غيرت اسمه فالمهم انه حكيت نكتة انت مشان يجي الواحد يضحك، بس انه يجي الجمهور كمان يضحك وهو اصلا ما بتضحك، فانت بتطلع هيك انه شو عم يصير؟ يعني انا اذا بدي اقعد سلك لك اني يضحك الجمهور هو اللي عم يسكتني، انه ما في شيء بيضحك، يعني ليش عم تضحكوا وتسقيف وصفير؟ ليش اخوي؟ ليه حرر فلسطين الزلمه شبكون؟ والله يعني ما لها مستاهله القصه، ما بتضحك يعني عادي جدا. المشكلة لما صارت المقاطعة ما قاطع ظلوا نوتيلا. انا تضايقت، طب غير روح سميت حالي راس العبد. حلو اخوي راس العبد، مبسوط انه سميت حالك راس العبد. اول شيء بدي اعترف في اعتراف، بدي احكي لكم انه انا بحب الامهات، تمام؟ اسف مش زي ما انتم فكرتوا يعني. بحب ابداع الامهات يعني. امي كانت كثير مبدعه وانا صغير، كانت كتبت لي اغنيه عشان ارضى اكل. الحمد لله الاغنيه كسرت الدنيا يعني. الاغنيه شو كانت تحكي؟ بيضة وزعتر بيضة وزعتر ياكل سيف ياكل سيف. اكتشفت انها ترهلات بيضة وزنجر مش بيضة وزعتر. اوكي يعني كثير مبين نفسي، يعني لازم انا كمان شوي يسلك مو اوكي. خلينا نروح للشاب اللي قلت لكم انا بحبه، يعني عن جد بيضحكني، عن جد من هي الشله هو عن جد بيضحكني. يلعن روحك يا حافظ. عدو يا جماعه الخير اللي قلت لكم بحبه. ولا ما راح احط لكم مقاطع يعني مشان ما يطول المقطع، واصلا مقاطعهم هدول بتكون كثير طويله، بس انه اظن تعرفوا يعني ليش بحبه هذا. لا والله بس عن جد هذا يعني من عداهم كلياتهم عن جد هذا بيضحك، خاصة فيديوهاته اللي بصورهم بالبيت يعني بيضحكوا اكثر من المسارح هدول عم يطلع فيهم. يا جماعه الخير لا تقولوا انه متحيق في شيء هيك يعني، لا والله بس انا عن جد هذا بحبه، يعني مقاطعه عن جد بتضحك. اسمه عبد الله اظن نفس اسمي، كل عبد الله مهضومين والله العظيم. بيسألوني شو بتعمل بوقت فراغك؟ ليك شو بتعمل بوقت فراغك؟ ما هو وقت فراغ.
إذا بعمل في شي ببطل وقت فراغ. شو هالسؤال؟ ما بعمل شي بوقت فراغ، بدي إياه يضل وقت فراغ. هلا لما قرر عبي وقت فراغي بعبيه باشياء ما بتفيد الكره الارضيه بشيء، يعني افكار بس انه ما حقيقيه، بس انه ما يعني مثلا هذيك مره كنت عم فكر انه اللي اخترع. انا بس عندي سؤال، انه يعني مثلا هلا شلون الواحد بيكتشف انه هو كوميدي؟ يعني شلون الواحد مثلا بيطلع على هالمسارح؟ هل في دراسه، في جروب، في شيء يعني ما شو من وين عم تطلعوا انتم؟ يعني شو الموهبه هي؟ يعني من وين بتدرسوها؟ من وين اخوي والله يعني ما بتضحكوا يا اخي، والله العظيم ما بتضحكوا. لا بس انا لاحظت في تقارب كتير بيناتهم بالحكي، انه بالهضامه اللي عم يكبوها للعالم والعالم عم تضحك عليهم ما بعرف على شو. يعني في حدا قاعد عم يعلمهم هدول كلياتهم، يعني كلياتهم نفس الهضامه، لانه مو طبيعي، مش طبيعي يعني. ورقة النعوة كمان باي ذا واي، ورقة النعوة لما بدكم تنزلوها على فيسبوك قولوا لنا كيف بيموت الزلمة، لأن احنا مش مضطرين نفوت على 450 كومنت وننبش لنشوف كيف مات. وعلى أرجح ما حدا كاتب كيف مات، كله RIP 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 الله يرحمه. بيبقى في شخص واحد كاتب كيف مات وما حدا لايك، شو بيبقى هيدا؟ هيدا بعمل له لايك أنا. سأل السؤال اللي كلنا بدنا نسأله. RIP عندي افهم بس العالم ليش يعني كتير بتحكي انجليزي؟ يعني ليش؟ يعني هل هذا الشيء مثلا اتيكيت؟ يعني ما بعرف ليش العالم كتير تحكي RIP. يعني حدا في عربي مثلا بيترحم مع واحد بيقول له RIP. يعني انا مثلا كتير يعني شفت عالم مثلا مشاهير انه على السوشيال ميديا عالم توفت، بعمري ما شفت تعليق عربي كاتب RIP بعمري. ليش؟ يعني ما بعرف، ما هو ما دخل بفكرة الفيديو كله هذا الحكي، بس انه ليش يعني ليش الانجليزي لازم هيك تتحشوه بالكلمة؟ ليش بكل جملة إذا ما كان في مفرد إنجليزي يعني ما بتكمل الجملة معكم؟ ليش؟ أنا أوكي ممكن أتفهم إنه في عالم مثلا تحط كم مصطلح إنه بيلبقوا للكلمة تمام، بس RIP يعني كلمة الله يرحمه كلمة شو مقصرة معك؟ يعني الله يرحمه، بس الله يرحمه خلص خلصت القصة. RIP ليش يعني ليش؟ على كل يا جماعة الخير هم بيكونوا صناع هذا الفيديو. أنا بعتذر من جميع العالم إذا أسأت لحدا، لكن هذا الفيديو بس عم بحكي عن فكرة الكوميديا تبعكم، يعني أنا ما عم بحكي عليكم أنتو. وأظن الكوميديا اللي عم تطرحوها أنتو بالمسرح هذا الشيء بيكون مكتوب، وإن شاء الله ما تكونوا أنتو اللي كاتبينه، يعني لأنه شيء كتير تافه. أنا بتمنى ما تكونوا أنتو كاتبينه، لأنه أنا عم لكم مع احترامي لكم، وحتى لو أنتو كاتبينه كمان مع احترامي لكم. يعني هذا الفيديو just fun. لا بس حلو هيك يا جماعة الخير تكونوا عم تحكي كلمة يعني بس إنه تحط يعني مفرد انجلش يعني بالجوات الكلمة يعني. فإذا عجبكم هذا الفيديو يعني لا حدا ينسى إنه like please bro can you just like thank you bro thank you and subscribe my channel guys. او اللي عنده كومنت على كلامي او كومنت على الشغلات اللي عملت عليها ردة فعل انا، يعني اذا بتشوفوا هذا الشيء بيضحك ولا لا، اكتبوا لي تحت بالتعليقات او اكتبوا لي بالكومنتس يعني، وعبروني عن الرأي تبعكم يعني. وحساباتي بالسوشيال ميديا كمان رح تلاقوا كلياتها بالوصف. اي فكرة تحبوا انه نشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه ردة فعل ابعتوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك. واللي عنده افكار بده يعني اني اشوفها او اعمل عليها فيديو اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات او ابعتوا لي اياها على انستغرام. اللينك تبع الانستغرام رح تلاقوه تحت بالبايو. وبس يا جماعة الخير دمتم ودام الوطن. Thank you guys. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.